السلام عليكم ورحمة الله. مفاجأة من العيار الثقيل. هل بالفعل هنالك تواطؤ بين إدارة نادي الأهلي السعودي واللاعب رياض محرز لكي يغيب اللاعب عن منتخب الجزائر؟ وما السبب؟ هنعرف كل تفاصيل هذا الخبر ومصدر هذا الخبر، ولكن قبل أن نبدأ إخواني الكرام لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة النادي الأهلي السعودي تتعمد التواطؤ مع اللاعب رياض محرز من أجل غياب اللاعب عن المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم. وكما ذكرت التقارير الصحفية أن هنالك اتفاق بين النادي واللاعب على أن تخرج إشاعة بأن اللاعب مصاب لكي لا يذهب إلى المنتخب الوطني الجزائري. وذكرت ذات التقارير الصحفية أن محرز أخبر بيتكوفيتش في بداية عهده أنه غير جاهز بدنيا ولا ذهنيا عندما استدعاه لأول مرة، ولذلك عادي قرر المدرب أن يريح اللاعب ولا يستدعيه، خاصة أن المباراتين كانتا وديتين. والأمر غير الجيد أن رياض محرز لم يتصل بعد ذلك ببيتكوفيتش ليخبره بأنه أصبح جاهز ومستعد للمشاركة مع المنتخب في أي وقت يستدعيه فلاديمير بيتكوفيتش. هذا يعني أن اللاعب لا يريد المشاركة مع المنتخب الوطني مرة أخرى. لماذا لا يخرج ويعلن أنه سيعتزل دوليا؟ وقال الإعلامي محمد قاسي أن هذه الخطة ليست جيدة إطلاقا من قبل محرز والأهلي السعودي، وصورة ليست بالجيدة للمنتخب الوطني. إن لم يرد اللاعب المشاركة فعليه الخروج والاعتزال دوليا، إنما ما يفعله محرز هو إساءة للمنتخب الوطني. شاركنا رأيك في الكومنتات أخي الكريم، لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.